السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الفل عليكم وكل متابعيني على الصفحة وعلى اليوتيوب. خلاص خلصنا المراحل الصعبة في التأسيس في الشقة دي. خلصنا الجبسن بورد قبل كده، كنا رفعنا ليه فيديو. دلوقتي احنا اشتغلنا في النقاشة، خلصنا المعجون، سحبنا 5 سكاكين معجون. للأسف كانت المحارة سيئة جدا هنا، واللي كان شغال الله يسامحه بقى. فالمهم ان احنا خلصنا تأسيس المعجون وصنفرة على اللمبة والبطانة خدت سيلر. اللي باقي كله ان شاء الله المراحل السهلة بقى، تنقيط على اللمبة وصنفرة تاني ووش سيلر جوتا شيلد قبل التشطيب. فاللي باقي كله حاجات بسيطة. احنا الميزة هنا في الشغل ان احنا كنا شغالين جبس بورد، واحنا عشان شغالين تشطيب كامل فبيكون لنا افكار من البدايه، غير لما يكون صنايعي داخل يعمل بند واحد فنظرته محدوده على البند اللي بينفذه وشكرا، ملوش علاقه بالتشطيب او الديكور. فاحنا عشان شغالين تشطيب بيبقى لنا افكار بنتكلم فيها مع العميل من البدايه، وبنحاول ننفذ اللي العميل بيقتنع بيه. بتبقى النظره شامله بقى كامله مع بعضها، تشطيب مع نقاشه مع جبس مع كهرباء مع ديكور. فان شاء الله انتظرونا بعد ما نوصل لمرحله التشطيب. احنا موقفين الشغل فيها حاليا لحد ما يخلص الشبابيك والابواب، وبعد كده نرجع للتشطيب. هنبقى نعمل لكم فيديو ان شاء الله. في النهايه اتاكد انك عامل متابعه للبيدج بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد بننزله في الاعمال القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.